ادي النتيجه اللي احنا طلعنا بيها. عملنا حليب مكثف في البيت بالشكل ده كده. طريقته سهله وبسيطه جدا، مفيهاش اي حاجه. طريقه الحليب المكثف. وتعالوا مع بعض نشوفوا المقادير ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ معاكم مطبخ على فندي بطعم زمان. النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه سهله وبسيطه، وان شاء الله تكون فيديوهاتي سهله عليكم. النهارده هنعمله اللبن الحليب المكثف ان شاء الله بطريقه سهله وبسيطه، لانه غالي جدا بره، واحنا بعد كده هنحتاجه في وصفات كتيره. ويلا مع بعض نشوف المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوبايه لبن بودره، ومعايا كوبايه سكر بودره، ومعايا معلقه زبده، ومعايا الفانيليا، ومعايا كوبايه ميه بغليها على النار وهوريها لكم. ويلا مع بعض هنشوف هنعمله ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنفض كله بقى ايه في شفشق الخلاط بالشكل ده كده. بسم الله. هنفض المقادير كلها طبعا عشان دي مقادير مظبوطه. لازم المقادير كلها تتفضى. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه السكر البودره بالشكل ده كده. الحليب المكثف ده غالي جدا، هي طريقته سهله. ومعلقه الزبده اهي، معلقه الزبده اهي، وهنحط الفانيليا. حاجه بسيطه بس فانيليا عشان ما تمررش. الميه اهي يا جماعه، كوبايه الميه لازم تتغلى. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل زي ما انت شايفاه كده. هنحط ايه نصها ونشوف ايه لو احتاجنا هنعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضرب بقى كل ده بسم الله في الخلاط بالشكل ده. اهو يا حبايبي، ما رضيتش احط ميه، قلت احط معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هي خدت كوبايه الميه زي ما انا قلت لكم بالشكل ده. اهو يا حبايبنا حليب المكثف بالشكل ده كده ما شاء الله. اهو هعمل كميه كويسه. دول بقى هفضيهم في حاجه تانية. اهو يا حبايبنا الحليب المكثف اهو ما شاء الله. حطيه بس في التلاجة شويه، هتبصي تلاقيه يتقل اهو بالشكل ده زي ما انت شايفه اهو. طريقته سهله وبسيطه جدا، مفيهوش اي حاجه. انا حبيت بس ايه اعرف اوريهولك عشان واحده حبيبتي طلبته مني، فانا حبيت اوريه لها. وان شاء الله هنعمله بيه حاجات باذن الله، وان شاء الله تكون الوصفه خفيفه وسهله عليكم باذن الله. اهو قدامكم اهو بالشكل ده. وما تنسوش السبسكرايب والتفعيل الجرس واللايك. ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.